قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم حبيبته بتخونه وبتتجوز صاحب الشركة اللي شغال عنده، فبيقرر ينتقم منها ويدمرهم. فيا ترى يقدر يعمل ده رغم قوتهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع العزا خاص بأخت صدونغ اللي ماتت وقت ما كانت هتشوفه، وبيكون حزين عليها جدا والحاف ان اللي عمل كده هو يوم اصلا، وبيروح يعزاها ويمثل في ان معرفش اللي حصل ده ازاي، ومش عايز يسيب الشخص اللي قتلها كده عشان تموت بسلام. فبيفتكر وقت ما شافها وقت الحادث اللي حصل، وينام اللي كانت معاه بتبكي، وبيشوف ان ده هو الشخص اللي كان لابس نفس الخاتم. وفجأة الست دي بتيجي وبتبكي علشان هي تعرفه، وبتخلي يوم مستغرب، واللي بيروح يشوف يمين وبيعرف انها كانت الوصية بتاعته من زمان وكانت بتدافع عنه على طول. والحاف ان يوم كان متابع مشاكل سودونغ من زمان، وبتيجي الوصية عليه وبيكونوا اتفقوا على سودونغ علشان هو اللي اتخانق معاه وبيستفزه وبيخليه يضربه على طول علشان هو شايف نفسه اقل من اي شخص. وبيقرر يمشي علشان هو مش هيلعب معاهم من تاني علشان هو متخلى عنهم خلاص. والحاف ان سودونغ جو بيكون مش بيسيب حقه خالص، وبيواجه الفساد بنفسه وبيمشي ومش بيهمه اي حد خالص، وبيخلي كل مصدوم تحت متابعة من يوم علشان هو كان بيدافع عن تشول بما انه عمه. فبيروح يشوف كل المواقف دي، والحاف ان يوم كان بيكرهه من زمان ومش عارف ازاي يجي يوم والشخص الكبير يتشابك مع نكره زي سو كده، وكل اللي يلزمه بس هو المال اللي معاه مش اكتر. فالست اللي اسمها بيدي بتفضل تبكي على موت اغنس علشان كانت لسه صغيرة وماتت بسبب يوم، ومحدش يعرف ده، وحرفيا بيقتل القتيل ويمشي في جنازته. فبتروح تفكره بنفسها عشان يفتكرها لقد ما يقدر، بس بيكون مش فاكر اي حاجة. ويوم اللي بيفضل سامعه، فبتفضل تفكره بحاجات من ايام الدراسة، واللي بيكون لسه مش فاكر ومش عارفة تعمل له ايه عشان يفتكر، وبتبكى اكتر. وعشان كده بيروح بيقرر يمشي يهدي بيه دي، ويوم اللي هياخد حضور العزا بداله وبيمشي وبيدبسه حرفيا رغم ان يوم مش عايز ده اساسا. فبيكون ماشي وبيهديها، وتشون اللي متابع اللي بيحصل بس بيتخيل اغنس موجوده وبيترعب بشكل كبير علشان هي ماتت، وبيفكر في سو اللي اخته ماتت بسببه، فيفتكر بقى عشان يرجع ليه ماله اللي معاه واللي بيعمل كل ده عشانه اساسا. بيتخلص وعايز يرتاح، وهتبقى تفوقه لما المراسم تبدا وبتمشي تحت متابعه من تشون اللي بيحصل ده واللي بيجي عشان يشوفه. فبنروح للمشفى مع الشاب ده اللي بيكون هيروح للمريض، وده المتسبب في القتل، وبيهدده وبيخليه يروح يفكه علشان الرسالة من يوم، وبيقرر يدخله عشان يهرب من المكان ده. واللي بيوصل بيكونوا متفقين يهربوه، وفعلا المنصب والمال هما كل حاجة في البلد دي علشان يقدروا يخرجوا أي شخص من أي مكان. بس في الحقيقة بيكون الشخص ده وسودونغ، وبيتصدم وبيعرف ان هو اللي كان السبب في كل الجرائم اللي حصلت دي، وبيروح يضرب فيه وبيطلع كل اللي حصل عليه، وبيحاول يخلص عليه وبيضربه جدا. فانا بيجي لاشخاص عشان يخرجوه بس بيكون مشي وبيدوروا عليه. فبنروح لكانغ اللي بتيجي للكنيسة عشان العزا، وبتلاقي ابوها هناك علشان هم عارفين اغنس من زمان، وكمان تشا بيجي هو ويو، واللي بيجي وقت العزا وبتستغرب ان كل دول حضروا عادي كده. وبتعرف ان في حاجه غريبه، وبتقلق على سودونغ اللي بياخد الخاتم ده وبيفكر فيه، وبيخلي جانغ ياخده ويهتم بيه هو بعد ما دمره. فبيمشي هو متضايق على الاخر علشان عارف ان يوم هو اللي ورا كل ده وان هو اللي قتل اخته، وبيبدا يربط بين كل الاحداث. ومن هنا بيدي بتقوم وبتمشي، بس تشون بيعرفه ان تشيل معاه مهرب من المشفى، وعشان كده بيقوم على طول وبيكلم مسؤول عنه، وبينكر ان هو اللي ساعده، واكيد حاليا الشرطه بتدور عليه. وبيشوف ان اللي ساعده هو جانغ إلنيه، وبيشك في ان سو كان معاه برضه. بس هنا هو بيجي وبيخلي الكل يركز معاه، خصوصا يوم اللي بقى مش عارف ايه اللي بيحصل. وبيقرروا يعملوا جنازة خاصة باخته، وبيروح يركز مع يوم اللي الترانيم بتبدأ، وبيشوف الجنازة قدامه عادي، وبيخلي سو يركز فيه وبيضحك له على طول عشان هو كده عارف ان هو القاتل. وبيتصدموا من بعض، وبيشوف اخته اللي ماتت من غير ذنب دي وبيبكي عليها جدا. فيوم بيشوف ان سو استعاد ذاكرته وبيلعب معاهم حاليا، ومش همه الفلوس واهم حاجة انه يدمره. فتشاي بيتكلم مع يون وبيكون بيخرف في الكلام معاه، ومش عارف من الست اللي جنب سو دي. بس هنا يقوم بتيجي وبترحب بكانغ، وسو بيروح عشان ياخد العزا وبيركز مع تشوي اللي موجود، وكمان مع يون نيم وبيروح عشان ياخد العزا بنفسه. وهي بيفكر مع يوم في ان ممكن ذاكرة سو رجعت من صدمة اخته ولا لا، وبكده هو فاشل في اللي بيعمله، وشايف ان لو فاكر كان هيروح له هو على طول بما ان هو اللي حاول قتله وضرب عليه النار فعلا. فيوم بيروح يتقابل مع الشخص المجهول واللي من الواضح انه اكبر منه في المنصب، بس ده بيكون هنا اللي بيصدمه في انه موجود، خصوصا ان الشخص اللي بيكلمه هو اللي جايبهم وعاوز يعرف هو اتصدم ازاي بعد العمر ده كله. وبيعرفه ان الشخص الكبير عايز يسيطر على كل المال ده وبيمشي على طول. فتشون بيروح يعرفه ان سو بيحاول يفتكر ذاكرته، وده اللي يوم عاوزه عشان ياخد ماله وبعدها يخلص عليه وبيمشي.
بس لما بيمشي بيكون في شخص كان متابعه ومتخفي اصلا، واللي بيكون هو سيدونغ، وده بعد ما عرف ان يوم هو اللي ورا موت اخته، واكيد هو الشخص اللي كان بيحاول قتله برضه. فبيروح يسمع اللي بيحصل، وهنا اللي بيكلم الكبير وبيعرفه اللي حصل. هو بيكون بيدخل وبيطلع من البلاعات دي بعد متابعة من جانغ، وما عرفش يشوف الشخص الكبير اللي محركهم. فيوب بيتخانق مع يوم علشان على الرغم من الصدمة اللي حصلت لسو لسه ما افتكرش برضه. وبيلاحظوا في ان تشا بقى بيعاني من الخرف، ولازم هو يتحرك عشان يستولي على ديسان. وصاحبه بيرن عليه علشان عاوز يلاقي تشو اللي سو خطفه. فيقوم بترن على سو اللي بتجال مكالمتها، وبتكون قلقانه عليه علشان هو ولا بيشوفها ولا بيرد عليها. فبيروح بيحاول يفتح الخزنه دي، واللي بيعرف يفتحها بالفعل. بس كونغ بتيجي مع تشي، وبيكون عاوز يعرف عن الطفل سونغ هيون اللي كان ابوه جابه زمان. وبتمثل في انها مش فاكره وبتمشي على طول. فبيروح يشوف ان الخزنه مفتوحه وفيها المشروب اللي بيحبه، واللي سو بيجو بيكون عارف يفتحها، وبيستغرب ان ذاكرته رجعت من تاني. بس يو بيجو بيشوفه بيستغرب. فهنا بيجي جونسونو، وبيكون وصله المكان ده وقت ما كان معاه، وقرر يجي هنا عشان يشوفه. بس فجأة تشادوك بتيجي وبتشوفه بتتصدم، وبتنكر انها تعرفه. بس بيعرف يون عشان هو جاي يدور على سودونغ. ولما بيكون هيتعرف تشادوك بتروح وبتكلمه. فبيمشوا سوا عشان كانت مشيت عشان مش عايزين اي حد يجي جديد في حياة سو. وبتتصرف بطريقة غريبة وبتكون مصدومة علشان هو ده الوريث واللي ممكن ياخد منها ومن جوزها كل حاجة اصلا. فهنا كوك بيجي لها رسالة بتتصدم وعايز ابوها واللي بيكون مع سو، وفرحان ان فاكر رمز الخزنة وان ذاكرته بترجع واحدة واحدة. وكوك بتيجي وبتعرفه في انها ممكن تخسر شركتها للكيماويات عشان رئيس البنك مش في صفها، خصوصا ان ماليوم مش طبيعي اليومين دول، وعايزاه لو خسرت الشركة فيبقى يعوضها بقى. وتشا مش عارف ازاي يوم يلغي الصفقة الخاصة بالشركة، وبيرفض يبيع اي حاجة من شركاته حتى لو كان هيفلسوا. وعاوز رمز الخزنة عشان يقدروا يسكتوا يوم، بس هي ضاعت منه. وعشان كاسو بيروحوا بيفكروا بمكانها، وبيقرر يروح ويلاقيها بالفعل، وبيصدم هيو جدا. فاسو بتفتكر وقت ما راح وافتكر الرمز وكتبه، وبيعرف هيوف ان من ذكرياته ان ضرب عليه النار، ودي هتبان حقيقتها قريب فعلا. فبيخليه يروح يفتح الخزنة ويجيب الدهب والمال ليوم، وانه حفظه من اول مرة على طول. واللي بيروح يديه اليوم وبيعرفه في ان ذكرياته بدأت ترجع من صدمة موت اخته، وعاوزه يفتكر الباقي علشان يفرح اخته بقى. وبيكون هيستناه عشان كل الذكريات ترجع وهو يهتم بالشركة. وبيكون سايب خاتم تشو من ورا سو، وبيمشي على طول وناوي يوقف سو يقتله. وبيروح بيخليه يروح له علشان هو يفتكر كل حاجة. وبيروح ياخد السلاح منه وبيهدد يوم، واللي بيعرفه عن ماله. وبيروح يهدد نفسه علشان هو زهق من حياته، وبيعرفه انه ما سرقش حاجه وانه يتوسل ليه، عشان كده بيرجع له السلاح وبيمشي على طول. وبيخلي يوم مصدوم من اللي بيحصل ده، وكل يوم كره بيزيد تجاه سو. فانا بيكون ماشي وفي باله حاجات كتيره، وبيروح وكل كلام اخته في باله، وبيبكي كتير على فراقها وانها ماتت من غير ذنب وماتت بسببه. فبيعدي اليوم على تجهيز الطعام مع يون ام تشول، وبتعمل ده يو نيم، وبتكون ست كويسه فعلا. بس بيروح البيت اون على طول، وبتروح لسودونغ بس مش بتلاقيه موجود. واللي هنا بيجوا بتطمن عليه، وبيرفض تحضنه، وبيعرفها في انها في اليوم اللي ما كانتش في رحلتهم هو اتصاب، وكمان اخته ماتت بسببها. ومش عايز منها اي حاجه علشان هو بيتألم من جواه، خصوصا ان من وقت جوازها بتشل وما فيش اي حاجه كويسه حصلت. وبيجي يمشي بتحضنه علشان هي بتحبه فعلا. فبتجمعوا الطعام وسو بيروح ويو لا، وبياكلوا. وكونغ بتشوف الطعام اللي هيروح ده كمان، ويو بيحاول يختبر سو عشان هو مش بياكل القرفة، وان لو ما كلهاش يبقى ده تمثيل منه فقدان الذاكرة. بالفعل بيروح ياكلها وبيبلعها، ويو بيطمن. بس هنا بيركز في يو اون لما بتيجي، وبيكون حزناء جدا وبياكل اكتر، وهو بيبلعها وبتتعبه وبيخلصها كمان. وبيقرر يقوم يروح اوضته، وده هو عنده حساسية. بس يو بتشوف انه اتأثر، وفي وسط ما هو ماشي بيغمى على طول. وهيو بيخاف عشان هو اللي عمل كده، وبيروح له هو بيموت وعنده حساسية كتيرة. وبيركز في يوم بشكل كبير، وبيغمى عليه وباله صورة يوم أصلا. والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.